لبنان في نهاية الأربعينيات ازدهارا كبيرا، وأصبحت بيروت منارة الدول العربية من خلال ثقافتها. عندما كانت تلقي النشيد الوطني في المدرسة، لفتت نهاد انتباه أستاذ في المعهد الموسيقي، فحضها على متابعة دروس تسمح لها بالغناء. وافق والدها على مضض شرط أن يرافقها شقيقها، فاختارت لقبها الفني فيروز رغبة بعدم كشف اسمها، لكن ذلك لم يدم طويلا بسبب رغبة المستمعين بمعرفته. بالمدرسة لما سمعوني اقترحوا اني اروح على الكونسرفاتوار، ورحت على الكونسرفاتوار، وبعدين صرنا نقدم مع التلاميذ تبع الكونسرفاتوار اناشيد بالاذاعه. ووقتها من الاذاعه توظفت فتره كثير قصيره بالكورال تبع الاذاعه، يمكن شي شهرين. وبعدين سالوني شو بعرف غني، غنيت هالغنيتين، موال اسمهان وفريد الأطرش يا زهرة في خيالي. رغبتي وسيستم حياتي أنا كان من البداية مختلف كلياً عن الجو الفني اللي بيعرفوه كل الناس. كان كتير محافظ ومن البيت للإذاعة هذا كان نشاطي، يعني ما كان في مشاوير تاني، كان كله ديركت، ما كان في تسجيل، كل شيء يتقدم بالإذاعة مباشر. وبعدين بديت بالمشوار، لأنه بهالفترة تعرفت على عاصي ومنصور، لأنه كانوا هن موظفين بالإذاعة وكان عندهم بروجرام بيقدموه. تعرفت عليهم وبدي المشوار معهم، وتركت الإذاعة، يعني ما طولت بالإذاعة ككورال. أحبت فيروز عاصي الرحباني الذي كان موسيقيا منذ سن المراهقة. كان معجبا بإدواردو بيانكو وجوقته الأرجنتينية. تولى إدارة قسم المنوعات في الإذاعة مع شقيقه منصور. عاصي ومنصور معهم صار اللي اسمه الفن اللبناني، واللي هو كان مش مثل الفن التقليدي اللي بنسمعه واللي كنت اسمعه بالإذاعة. وهالفن هو خليط من الجملة الفنية الموسيقية اللبنانية اللي فيها بتحمل إذا بدنا نقول النفحة الغربية، يعني مختلفة كليا كانت عن الجملة المألوفة العربية. عاصي ومنصور كانا يتمتعان بعبقرية موسيقية واطلاع على مختلف أنواع الفنون. الأغنية الأولى التي سجلت لفيروز في العام 52 شكلت نجاحا فوريا، ولكن بالنسبة إلى عاصي النجمة التي تولد في عالم الفن هي أيضا المرأة المثالية.
كانت فيروز تعتقد أنها لن تتزوج أبدا، وأنه لا مستقبل فنيا لها. ها هي مع منصور الإشبين تتزوج بعاصر رحباني في العام 54. حضر الزفاف الكثير من المعجبين، وهكذا أهداها الأخوان رحباني أثمن ما أرادت العائلة. كان سريع العطاء وأنا سريعة التلقي، يعني كنا حياة عايشينا يعني ما عندنا كتير علاقات مع الناس، كان شغلنا هو حياتنا ليل نهار. يعني كنت عايشة حياتي بفني أكتر، لما نظهر على الحياة تحس إنه غلط، يعني كأنه يعني كنا نحن يمكن هالعلاقة هالقرب العائلي يمكن كان لازم يصير ليسمح لهالفن إنه ينعاش، إذا بدنا نقول 24 ساعة على 24. يعني كان عاصي صعب كتير بالفن وقاسي، ومهم كتير هالشي لأني أنا بنت هالمرحلة القاسية. كل خطوة مشيت عليها جديدة بالنسبة للغنية كنت خاف أنا أعملها، لأني ما كان حس إني ما رح أنجح فيها. كان إصرار عاصي، هو كان شايف فيي وأنا ما أعرف كل الأدوار اللي عطاني إياها. أنا ما اخترت شيء باللي عملته، كان من اختياره وإصراره علي، وأنا خاف كتير وما جرب ما أقبل. لما يقرر شيء كان يمشي فيه، ما يهمه مواقفي. يعني كنا عم نخلق الموجة الفنية الجديدة اللي ما كانت موجودة، ضد الفن اللي كان موجود. ما كنا محبوبين يعني أبداً، بس هيدي ما طولت، ونحن كنا مصرين كتير على انه نتابع الطريق. ما كتير اهتمينا باللي كان عم ينقال عنا رغم انه كان قاسي كتير، ومشينا ومرقت المرحلة وكملنا الطريق.